عملت الكاتشب على اصوله بتكات قليله جدا، بس والله بيفرق في الطعم. يلا بينا نستغل الوقت بتاع اليومين دول وهي الطماطم جميله، ونعمل الكاتشب بتاع شهر رمضان. كل سنه وانتوا طيبين يا احلى اخوات في الدنيا. واقول لك كمان ازاي تحتفظيه من اليومين دول لغايه شهر رمضان عندك في التلاجة. بس لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوه. مقاديرنا النهارده سهله وبسيطه وعلى قد الايد. عندي هنا 2 كيلو من الطماطم، هقول لك مقدار الكيلو وال2 كيلو. انا عملت هنا 2 كيلو من الطماطم. جبت كده 2 كيلو طماطم، شلت البذره اللي فوق كده عشان يبقى ساعات فيها بكتيريا. غسلت الطماطم عندي كويس جدا، وهنقطعوها اي تقطيعه تيجي معاكي. هنقطعوها هنحطها عندي في الحله، وهنحط عليهم ربع كوبايه كده من الميه. ده يا جماعه مقدار ال2 كيلو من الطماطم. مقدار الكيلو هتحطي كيلو الطماطم وهتحطي عليه زي 5 معالق كده من الميه. بس لو الطماطم عندك يعني مستويه وحمرة كده وفيها ميه كتير، مش هتحط لها اي نقطه ميه. بس عشان انا الطماطم كانت حمراء بس كانت فيها حبه ناشفين، حطيت لها زي ربع كده كوبايه من الميه. هتسيبي الطماطم عندك تتسبك كويس جدا زي ما بتعملي صلصه عادي خالص. وبعد كده بعد ما تتسبك كده وغلت معاكي كويس جدا لمده 15 دقيقه، وتروحي طافيه عليها. هتضربيها عندك في الخلاط او بالهاند بريندر اللي متاح عندك. وبعد كده تصفيها كويس جدا. اهم حاجه تضربيها وتنعميها. وبعد كده هنصفوها في مصفى كده، يكون السلك بتاعها يكون خفيف جدا، يعني مش عايزين ينزل اي شوائم بتاع الطماطم. خلاص كده ضربتها كويس جدا، والطماطم عندي ما شاء الله تقيله. هنا طبعا هنا هصفيها عندي بالمصفى، يكون السلوك بتاعتها خفيفه جدا. ليه؟ عشان ما تنزلش الشوائم او البذر بتاع الطماطم. هنا لازم نصفه. الكاتشب طبعا من النوع اللي هو ايه، مش بحب الشوائم الكتير او البذر. طبعا هنا بعد ما صفيته كويس جدا، وبعد كده هرجعهم الحلة تاني. لو وصلت لغاية دلوقتي معايا، ما تنسيش تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعوة حلوة كده منكم لفلسطين وغزة. وما تنسيش تحط لايك من ايديك الحلوة عشان القناة تكبر بيكم بأحلى عيلة في الدنيا. هنا صفيت الطماطم ما شاء الله، الطماطم عندي جميلة جدا زي ما انتم شايفين. شلت اي شوائم زي ما انتم شايفين اهو، والبذر بتاعها. خلاص احنا كده مش عايزين الكلام ده كله، اتخلصنا منه. هرجع الطماطم اللي احنا صفيناها كويس جدا، ورحت مرجعاها في الحله هي. جبت هنا مقدار ال2 كيلو يا جماعه من الطماطم اللي هو الكاتشب. حطيت كوبايه من الخل وكوبايه من السكر. مقدار الكوبايه دي يا جماعه انا بوريكم هنا الخل عشان ما تفكروش دي ميه. حطيت هنا معلقه كده ونص من الصلصه او معلقه. طبعا هنا فايده الصلصه بتدي لون حلو وبتديها كده طعم جميل. مش عندك مفيش اي مشكله. حطيت هنا نص معلقه كده من الثوم المفروم الناعم، معلقه ونص كده من الشطه، نص معلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من الملح. طبعا الشطه هنا يا جماعه اختياري خالص، حابه تحطيها في الوصفه ماشي، مش حابه دي حاجه ترجع لك. احنا عشان حابينه حامي وحراق كده، حطيت معلقه ونص من الشطه. هترفعيهم على النار لغايه لما يغلوا. هتجيبي عندك كوبايه من الميه، عليهم 3 معالق هرميين كده من النشا. طيب احنا لو حابين الكاتشب عندنا خفيف، هتحطي معلقتين ونص بس من النشا او معلقتين من النشا. هنقول المقادير تاني يا جماعه. الطماطم غليت معايا اهو. حطيت لي الطماطم بعد ما صفيتها كويس جدا. حطيت كوبايه من السكر، كوبايه من الخل، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من عندي فلفل اسمر، ونص معلقه من الثوم المفروم الناعم، وحطيت معلقه ونص من الشطه، ومعلقه من الصلصه اللي هي العلب العادي. عايز تستغني عنها مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لك. قلبنا كويس جدا. هنا ايد تصب عندي النشا بالميه، وايد التانية تقلب لغايه لما تلاقيها عملت فرقعات معاكي كده، تروحي طافيه عليها. هتسيبيها تبرد معاكي، وقوامها ما شاء الله تحفه جدا. حابه بقى القوام عندك كل ما بيقعد عندك في التلاجة القوام بيتقل، يعني ممكن نخفف النشا سنه، يعني نخلوهم زي معلقتين بس كده من النشا على كوبايه الميه. طبعا يا جماعه انا قلت مقدار ال2 كيلو من الطماطم. طيب لو انت مقدار كيلو طماطم، هتضاعفي يعني هتقللي نص الكميه. يعني ممكن نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الخل، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وربع معلقه من اللي عندك الثوم المفروم، والشطه ده اختياري خالص، ورص معلقه من اللي عندك الصلصه، والصلصه اختياري. خلاص كده قلنا بقى مقدار الكيلو والاتنين كيلو، وعملنا اكبر كميه من الكاتشب الجميل. تحتفظيه عندك بقى معاكي من دلوقتي لغايه شهر رمضان. في برطمانات عندك ازاز متعقمه كويس جدا ومتنشفه، ما فيهاش اي نقطه كده من الميه، يعني تنشفيها كويس جدا.
عندك بمناديل المطبخ. بعد ما تنشفنا ورحنا تسيب الكاتشب عندك يبرد نهائا، يعني زي ما تحسي اللي هي ميه. وبعد كده تروحي حطاه عندك في البرطمانات وتحطيه في التلاجة. ولو حابه تطلعي عندك وعامله اكله كده ومحتاجه كاتشب، هتعملي ايه؟ هتجيبي كده وتصبي في عندك بمعلقه، او تكبي عندك في طبق كده، واهم حاجه ما تحطيش ايدك فيها خالص، هتقعد معاكي شهور وايام ما يجرالهوش اي حاجه. تقدمي بقى جنبيه اي نوع اكل بجد في منتهى الجمال. القوام مش قادره اوصف لكم عن جماله. عملت بقى عندي، كان عندي ازازه كاتشب كده حطيت فيها. الاولاد بتفرح بالحاجات دي جدا جدا، مع شويه بقى عندك صدق، او عندك بحبه تعملي لهم بانيه، عيش باللحمه، عيش حواوشي، الكلام ده كله بيفرحوا بيه الاولاد بالكاتشب والجميل. حابه كمان بقى غدا كده سهل وبسيط، شويه جبنه بقى كده وبطاطس بالكاتشب، حاجه كده اللهم بارك. وشهر رمضان بيحتاج الكاتشب كتير في وصفات كتيره جدا، والمشويات طبعا بتاع شهر رمضان. بص القوام عامل ازاي، حاجه كده اللهم بارك. وطعمه بجد يا جماعه ما يفرقش حاجه عن بره بالظبط، واحنا ضامنين نظافتنا وجولتنا في البيت. بص انا بوريكم القوام تقيل ازاي.